في رمضان يا إما بتستهلك صوتك كل يوم يا إما بتسيبه يهدى ويرتاح، بس في الحالتين لازم تعرف تتعامل معاه صح. تعالى أقولك تتعامل مع صوتك إزاي. أنا يور فويس كوتش دكتور نجوى إبراهيم. لو بتغني كل يوم في خيمة رمضانية يبقى أول حاجة تعملها ما تصحيش صوتك فجأة. ابدأ يومك إنك تتنفس بهدوء وبكلام قليل، وما تفتكرش إنك تسخن صوتك أو إنك تعمل فوكاليز جامد إن هو ده الصح. لا طبعا، لأن كل يوم صوتك كده كده بيشتغل، هو محتاج تسخين هادي اللي هو الهامينج بس. تاني حاجة بقى، ما تنافسش بالصوت العالي، نافس بالتحكم، سيب المايك يخدمك، واوعى تعوض التعب بانك تضغط على صوتك، بلاش كده خالص. اما بالنسبة للممنوعات، السكريات التقيلة قبل الشغل والاكل السبايسي والشبع الزيادة، كل دول بيقفلوا النفس والصوت اول واحد هيدفع الثمن. في رمضان الشاطر مش اللي صوته اعلى، الشاطر اللي صوته مكمل لاخر الشهر. بالنسبه بقى للي مش هيغنوا او بيريحوا في شهر رمضان، لو مش هتغني ده مش معناه انك توقف خالص، لكن معناه انك تشتغل على صوتك بس بذكاء. رمضان وقت مثالي للتدريب الهادي، لكن عايزين وعي وسيطره من غير ضغط. أول حاجة تمارين تنفس وتسخين خفيف 10 دقايق بانتظام يوميا أحسن من ساعة ضغط. تاني حاجة بقى، خلي بالك من أكلك وسهرك، عشان حتى لو مش بتستخدم صوتك الصوت بيحس. قلة النوم والأكل التقيل بيبانوا في أول أداء بعد رمضان. رمضان مش شهر توقف، رمضان شهر ترتيب النفس وتظبيط الصوت. لايك وفولو واستنوني الفيديو اللي جاي عشان هعمل تمارين خفيفة وبسيطة للي مريحين صوتهم في رمضان. رمضان كريم وباي.